سألت كتير على تسعير المنتجات، فخلونا نتكلم ازاي التسعير ممكن يغير شكل البرودكت خالص. تسعير البرودكت مش مجرد رقم بيتحط لحاجات انت صرفتها، تسعير البرودكت بيعمل بوزيشننج كمان للبرودكت بتاعك في الماركت. بنشوف منتجات بتتباع في اماكن ب 30 جنيه وفي اماكن تانية ب 300 جنيه. اللي بيفرق هنا الرسالة اللي بتوصل للناس. بنشوف مثلا في زارا بيزك بلاوز ممكن تبقى برقم كبير جدا، وتيجي تدخل ماكس تلاقي نفس البيزك بلاوز بس برقم اقل بكتير. الشكل هو لكن السوق المستهدف والاحساس اللي بيوصل للعميل بيبقى مختلف تماما. انت عايز البرودكت بتاعك يبقى متاح للجميع ولا مقتصر على ناس معينه؟ كل قرار بتاخده في البراند بتاعك من اول اللون لحد السعر بيخليك محطوط في حته معينه بالنسبه لجمهورك، لانه مش بس بيعمل للبراند بتاعك بوزيشننج، لا ده بيعرف جمهورك كمان انت مين. فانت لو بتحاول تبني براند لوكسجيريوس ما ينفعش من اول يوم تعمل ديسكاونت، لان ده ما بيوصلش الرساله اللي انت عايز توصلها لجمهورك. والرول هنا بتقول اسعارك بتتكلم عنك اكتر من البوست اللي انت بتنزلها. فكر قبل ما تحط ارقامك.